عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. صلوا على النبي يا رجالة. خلاص السنة قربت تخلص بقى، كلها شهر، والسنة الجديدة 2023 تكون سعيدة على جميع المسلمين والأهلاوية خاصة. دلوقتي حالا خلصت مباراة الكاميرون وصربيا. الكاميرون كانت مغلوبة 3-1 وقدرت ان هي ترجع للمباراة وعملت الشوط الثاني عالمي. المنتخب صربيا بقى ما تعرفش خط النص فين وخط الدفاع فين. في اخطاء كبيره قوي في منتخب صربيا في الشوط الثاني، رغم كده اتغلب عليها المدرب بتاع الكاميرون سونجو صم وحط ثقته في اللعيبه بتاعته، وقدرت لعيبه الكاميرون ان هي تقلب المباراه لصالحها، ان هي ترجع للمباراه وتتعادل و3-3 ومباراه جميله جدا. ممكن تقول لي دي احسن مباراه اتلعبت في كاس العالم لحد دلوقتي. مباراه فيها روح من لعيبه الكاميرون، فيها ثقه من المدرب سينكو اللعيبه بتاعته، اداهم ثقه في ارض الملعب، وكان بيتحرك وعارف اخطاء اللي هو وقع فيها في الشوط الاولاني وصلحها. الا مدرب صربيا بقى، مدرب صربيا واقف على الخط اكنه متفرج من ضمن المتفرجين. في اخطاء في خط في الجنب الشمال، والواجهه دي كانت مخترقه جدا من لعيبه النادي، من لعيبه منتخب الكاميرون، وقدروا ان هم يرجعوا المباراه. مبروك للكاميرون ومبروك لمدرب الكاميرون ان هم تعادلوا 3-3 بعد هزيمه 3-1، وعملوا ماتش تاني عالمي. ماتش جميل جدا، شوط تاني جميل جدا من لعيبه الكاميرون، قدرت ترجع للمباراه. ومبروك للكاميرون على الاداء والروح. طبعا نجم المباراه او نجم الشوط الثاني عامه ابو بكر. هو ابو بكر معودنا على كده، الراجل من ساعه ما شفناه وظهر في تصفيات افريقيا والتصفيات المؤهله لكاس العالم كان برضه نجم المباراه ابو بكر. النهارده ضد نجم المباراه ابو بكر كلاعب الكاميرون، مهاجم الكاميروني اللي بيلعب في السعوديه، لاعب تقيل جدا وفرق مع الكاميرون النهارده. وطبعا عملوا اداء اكتر من روعه زي ما قلت لكم. مبروك للكاميرون التعادل 3-3 بعد الهزيمه 3-1 في الشوط الاولاني، ورجعوا للمباراه الشوط الثاني وعملوا ماتش عالمي. الا بقى مدرب صربيا ده اللي واقف يتفرج ما فاقش الا في الدقيقه 75 وحاول يرجع للمباراه من تاني، بس ما عرفش. كانت الكاميرون اتفوقت في كل ارض الملعب على لعيبه صربيا، منتخب صربيا. هارد لك لصربيا. دلوقتي نقول صربيا ودعت البطوله، اول فرقه ولا تاني فرقه تودع البطوله بعد قطر. فهارد لك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا شفنا امبارح التحكيم المصري في ماتش المقاولين والنادي الاهلي، وفي ماتش بيراميدز والبنك الاهلي. النادي الاهلي والبنك الاهلي، ده البنك الاهلي مع بيراميدز والنادي الاهلي مع المقاولين العرب. شفنا التحكيم، وبرافو لحازم امام ولجنه التحكيم والراجل اللي جاي يطور التحكيم وسابنا وراح يحلل في كاس العالم. برافو للتحكيم، شرفتونا حوالين العالم كله، وفي افريقيا وفي قاره افريقيا وفي قاره الدول العربيه كلهم بيشيلوا صراحه باداء الحكام المصريين. احنا عاوزين نفضل على كده، حكام بتوعنا فاقوا حكام العالم كلهم في الفساد وفي قله الضمير والتحكيم الفاسد وقله العدل، وده بقى عاوز المساواه. امبارح شفنا كولر كان بيكلم نفسه من التحكيم. شفنا من اليمه الثانيه برضه الحكم السيء بتاع بيراميدز كان رايح عشان يخدم النادي الاهلي، بس رغم كده رغم التحكيم السيء في ماتش بيراميدز، لكن بيراميدز فاز بهدف طبعا رمضان صبحي. احنا نرجع لماتش النادي الاهلي وماتش المقاولين. شفت التدوير اللي عمله كولر، بس احنا عاوزين التدوير مش وحش. التدوير مش وحش ان هو يريح اللعيبه بقى عشان ما رجعوش للحاله، ما رجعوش من الاصابه 100%، وترجع تغير لي في 5-6 لعيبه وفي 9 لعيبه في ماتش مهم زي ده. ما ينفعش. الواحد بيدور في لعيب، في 2 في 3 كتير كمان. يعني انت لما تيجي تعمل عمليه التدوير، اعمل عمليه التدوير في 2، لكن ما تزيدش عن 2 أو 3. لكن امبارح شفنا لعيبه كتير قوي ما كانتش بتلعب كوره واشتركوا في المباراه. رغم كده الاهلي برضو قدر يتغلب وفاز بفضل محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر واحسن حارس في افريقيا. مفيش كلام. فاحنا لما نيجي نبص على المباراه فنيا، مباراه دارها كولر غلط. اول حاجه غلط في التشكيل، تاني حاجه في اماكن اللعيبه، في مراكز اللعيبه اللي هو بدلها. ان هو حسام حسن قلنا برضو امبارح ان هو يلعب وينج يمين. ما ينفعش، لان ده مش مكانه. تطلع مهاجم وتنزل مهاجم، ما ينفعش برضه.
انت كنت الاولى انك انت تطلع حسام حسن وتنزل بيرستاو او تنزل احمد عبد القادر، يعني اقول لك كده توقعنا كلنا كده. طب مبروك للنادي الاهلي يا رجاله وجماهير النادي الاهلي على الفوز رغم غصب الحكام بتوعنا اللي هم مشرفينا في كل التحكيم، ودائما يحاربوا النادي الاهلي، دائما يحاربوا النادي الاهلي. صلوا على النبي يا رجاله وزيدوا النبي صلاه. نقول مبروك على النتيجه، مش هنقول على اداء، هو اداء ونتيجه اهو. بس كولر يعني كان محمل قوي في التغييرات، كان مبدل قوي لعيبه كتير. فاحنا طبعا كولر بيبرر ده، بيقول لك بعمليه التدوير. طب عمليه التدوير يا عم كولر بتبقى في لاعب او اتنين، مش في 5 6 لعيبه في ارض الملعب وفي نفس المراكز تغير مراكز اللعيبه. لا، ده ماتش مهم وماتش كاس من البطوله، وقال لك اهم حاجه صعدت ماشي. افرض احنا ما صعدناش، افرض الاهلي كان انغلب امبارح، يعني كان هيبقى حلها ايه؟ عمليه التدوير برضه. فالواحد لازم يكون يدور يعمل عمليه تدوير ماشي. وعندك الشهرين الجايين ان شاء الله 14 ماتش، 7 في الشهر ده و7 في الشهر الجاي، 7 في شهر 12 و7 في شهر 1 ماشي. بس ماتشات تقيله ماشي، ماتشات كتيره ماشي. لكن مش العمليه امبارح كانت باينه قوي، كانت باينه قوي ان الاهلي مش في حالته، وكتير قوي ضيعوا فرص سهله كتير قوي. الا الحكام بقى، انا مش هتكلم على البيلين اللي ما حسبوهوش، وكل المحللين طلعوا واتكلموا ان الاهلي له بيلين والحكم شايفه عينه عينك. لكن هو امر ناخر الدوله ده هو كده، هو راح عشان يحارب النادي الاهلي. هو ما جاش يعني انتوا مش فاكرين ساعه ما طلع مرتضى شتمه وهزقه واهاني الحكام بالذات نادر امر الدوله ولا ناكر الدوله ده؟ عندنا بقى لسه الصباحي ومحمد احتواء ومحمود نادي الزمالك ومحمود عاشور. لسه ياما هنشوف من الحكام، ياما هنشوف من الحكام. بس لازم اداره الاهلي تاخد موقف، لازم اداره الاهلي تاخد موقف. ما ينفعش ان هو مثلا نسيب الحكام تحارب النادي الاهلي. والدوري راح السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها بسبب الحكام برضه، بسبب الحكام. انما مش هنقدر نعتب على كولر ان هو غير في اللعيبه وعمل اللعيبه، وفي يمه ثانيه سايب منظومه التحكيم كلها بتحارب النادي، بتحاربك وانت ساكت. ما هو ما ينفعش، لازم تطلب حكام اجانب. شايف الماتش، شايف الحكم ظلمك، المفروض تاني ماتش تطلب حكام اجانب وما تلعبش الماتش. ما الزمالك ما بتعمل كده. مرتضى منصور قبل ما يكون في ماتش للزمالك مهم يطلع ويشوط الحكام ويسب الحكام ويشتم الحكام. مبروك يا جدعان لجماهير النادي الاهلي. النهارده صربيا والكاميرون تعادلوا 3-3. هحط لكم الفيديو بتاع الموضوع الكاميرون ده. ونتمنى التوفيق طبعا لكل الفرق العربيه في كاس العالم، خصوصا المغرب اللي يعني اسعدت الجماهير كلها امبارح. الجماهير العربيه والجماهير الافريقيه عملت مهرجان وعملت ماتش عالمي امبارح المغرب، وفازت 2-0 رجاله. وطلعوا رجاله فعلا لعيبه المغرب، لان شرفوا العرب كله الصراحه. يعني لعيبه المغرب رجال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.